بحاول اعمل معاكم بروجكت بان، والنهارده تاني فيديو لمنتجات شعر خلصتها ال3 شهور اللي فاتوا. هكلمكم عن رأيي فيها وتجربتي معاها وهستخدم ايه مكانها. خلصت تالت علبة من بيرفكتيل هير، وهو كان خفيف على المعدة وبيقلل ويوقف فعلا التساقط مع الانتظام عليه. مع اخر العلبة او نص العلبة التانية مثلا البيبي هير اللي كان موجود بقى اطول. حاسة ان صحة شعري عامة بقت افضل، ولكن مشوفتش منه اي انبات لشعر جديد. وهجرب بعده بريورين ان اول مره اجربه، ويا رب يفرق في موضوع انبات شعر جديد لان ده حاليا انا محتاجاه. انا بقالي سنه شغاله على وقف التساقط والحمد لله ما عادش عندي تساقط خالص بقى طبيعي. محتاجه بقى ان الشعر اللي وقع ده يجي مكانه عشان اعوض اللي حصل، يعني انا محتاجه تكثيف للشعر. فيا رب المنتجات المره دي تجيب النتيجه دي. فيشي ديركوس دنسي سوليوشن خلصته المره الثالثه. هو جميل بيدي فوليوم للشعر مع الاستخدام، بيخلي الشعر اتقل وفي نفس الوقت قوامه خفيف جدا، مش بتحسي انه بيلزق الشعر ولا بينشفه ولا بيزيته. ولكن كان عندي مشكلتين معاه. اول حاجه بيخلص بسرعه قوي مقارنه بسعره. تاني حاجه برضو ما شفتش منه انبات، ما شفتش تكثيف مثلا الاماكن اللي فيها شعر قليل او الفراغات. فقلت اجرب المنتج الياباني، يمكن هو اللي يساعدني في موضوع الانبات والتكثيف ده ويكون افضل من المنتجات المشهوره الفرنسيه. هنشوف. هستخدم مكانه كامينو موتو تيجر، كميته اكبر تقريبا الضعف. كلام الدكاترة عن تركيبته مشجع جدا، وعليه ريفيوز فعلا مشجعة حتى في موضوع الصلع الوراثي كمان. فيا رب يطلع كويس بإذن الله. كريم الشعر من هابينس طلع كويس، ترطيبه لطيف بيصمد مع الأطفال طول فترة المدرسة. بيساعد في الهيشان. قوامه تقيل شوية أو متوسط لو شعرك جاف هتحبيه، لكن لو شعرك دهني أو خفيف خدي منه حاجة بسيطة خالص. وهجرب مكانه سترونج فيل كريم، صاحبتي هنا في مصر رشحتهولي وشكرت فيه. سعره ممتاز، حجم العبوة كبير وحاسة إن أنا هحبه. واخر حاجه خلصتها الفتره دي حمام الكريم المشهور من كارسل. مش هطول عليكم، هسيب لكم اللينك ريفيو وتجربتي الكامله عنه بالتفصيل، بس هو باختصار فرق معايا في ترطيب ونعومه الشعر. الزيت بتاعه كمان ساعدني جدا في الهيشان والاطراف المتقصفه ومفتقداه جدا، وهستخدم مكانه واللي متحمسه له جدا. عارفين كوزريكس البراند الكوري المشهور بسيرم الحلزون؟ منزلين مجموعه جديده للشعر والريفيوز عليها حلوه قوي حتى الان. شامبو وتريتمنت بيستخدم زي البلسم وسيرم، بيعتمدوا على البروتين والبيبتايد لترميم الشعر. يا رب يكونوا كويسين فعلا لأن أسعارهم أفضل وأرخص كتير من المنتجات العالمية المشهورة اللي بتشتغل برضو على إصلاح الشعر وفكرة الباوند ريبير. هل ممكن كوزريكس ينافس براندات زي كي 18 وأولابليكس ونقدر نعتمد عليه فعلا؟ هنشوف سوا هيطلع جامد فعلا ولا عادي وترطيبه خلاص. ودي كانت تجربتي مع المنتجات اللي خلصتها، وده روتيني الجديد، وهرجع لكم تاني لما يخلصوا بريفيو مفصل عن كل حاجة فيهم. احكوا لي تجربتكم معاهم واشوفكم في بروجكت بان السكين كير المرة الجاية.